في الحلقة اللي فاتت نسينا نقولها أو حابب أن أنا بس أنوه عنها، الفرق ما بين خطيئة وإثم. في قول الله تبارك وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. حد فاكر الأول يعني إيه بهتان؟ إحنا قلنا المرة اللي فاتت صلى الله عليه وسلم. حد فاكر يعني إيه بهتان؟ مين اللي حضر المرة اللي فاتت يقول لنا بهتان؟ فبهت، تعرفين بهت الذي كفر، فاكرين المعنى ده؟ البهتان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن الغيبة صلى الله عليه وسلم: واحد كذكرك أخاك بما يكره في غيبته، ماشي، مش موجود، فقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فقد اغتبته. فواحد بيسأله بيقول له: رسول الله أرأيت إن كانت فيه؟ قال: فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه فقد بهته. يبقى البهتان هو إن حضرتك تدعي على إنسان شيء ليس فيه. وفي كمان معنى التبييت، إن هو مش موجود، يعني بتعمل كده مؤامرة وبعد كده تلقيها عليه، ده اسمه بهتان، ودي معصية كبيرة جدا جدا غير الغيبة. يعني الغيبة إنك تذكره بما يكره وهو فيه الصفة. البهتان إن أنت بقى تألف تأليف عليه وفي الأغلب هو مش موجود وتلقيها عليه فيحصل له عملية بهتان تبهته. إيه اللي يحصل؟ يعني إيه بهتان هنا؟ فبهت، فاكرين الآية فبهت الذي كفر، ما قدرش يتكلم، ما عندوش حجة. ولذلك البهتان ده بسبب إن هو مبيت بالليل ومعمول بمؤامرة ومعمول ببلوت كده معين، لما بيجي يلقى عليك ما بتعرفش تتكلم فبيبهتك. فدي معصية كبيرة لوحدها، نسأل الله العفو والعافية. وضربنا عليها مثال عائشة رضي الله عنها لما رميت بالزنا ما كانتش قادرة تتكلم ولا تدافع، ولا هي ولا ابوها ولا امها، تقول لهم قوموا دافعوا عني ما يتكلموش، يا ابي قوم رد عني ما يتكلمش، يا امي ما فيش. ليه؟ بسبب البهتان. بيبقى كده شيء مبيت بالليل، كذب، يلقى عليك، يقطع عنك الكلام بسبب المفاجأة والعياذ بالله. فالآية بتقول: ومن يكسب خطيئة أو إثما. إيه الخطيئة وإيه الإثم؟ بعض العلماء قالوا إن الاتنين واحد، وده بس من باب التكرار للتأكيد، من باب التكرار للتأكيد. زي مثلا أنت مثلا سايب البيت وبتقول للولاد في البيت إيه؟ بتقول لهم اللي هيعمل مشكلة أو يعمل أزمة في البيت أنا هضربه. إيه المشكلة والأزمة؟ الاتنين واحد، بس أنت بتعمل عملية تأكيد للتحذير إن محدش يعمل مشاكل في البيت أو يعصى الأوامر أو الكلام ده. يبقى اللي هيعصى الأوامر أو يعمل مشكلة أو يجيب أزمة في البيت هعاقبه. ممكن تمشي كده في اللغة وتقبل. وفي قول تاني اختاروا أظن ابن جرير رحمه الله، قال لأ، قالك إن الاتنين دول طالما اجتمعوا في سياق واحد، الخطيئة تشمل الشيء اللي انت غلطت فيه غصب عنك، والإثم يشمل الشيء اللي انت غلطت فيه متعمد. والخطيئة ممكن كمان يقصد بها الشيء البسيط، والإثم يقصد به الشيء الكبير. قول لي طب وإيه الفايدة اللي أنا هستفيدها من الموضوع، من التفرقة دي؟ أقول لك إنك ممكن تخطأ خطأ وما يكونش فيه إثم. يعني إيه؟ يعني خبطت واحد بعربية، ماشي، مش قصدك خالص خالص، هو اللي غلطان مش أنت، ماشي، فده خطأ، فرحت رميت به بريئا، تبقى عملت بهتان، على الرغم من إن الإثم المشكلة اللي عملتها في الأول أصلا أنت ليس عليك فيها ذنب. أنت عملت مشكلة، وقعت شيء كسرته، خلاص، ومحدش هيعاقبك في الأغلب. يعني لو رحت قدام القاضي اللي كسرته أنت مش هتدفع ثمنه لأنه خطأ محض. لكن هتبقى الكارثة كارثتين لما أنت تعمل إيه بقى؟ لما أنت تروح ترمي به بريئا، تقول والله ده اللي كسر دي فلان الفلاني، ده اللي أخذ دي فلان الفلاني. فلو أنت عملت خطأ اوعى ترميه على بريء، ولو أنت عملت ذنب أو إثم سواء صغير أو كبير اوعى ترميه على بريء، لأن ده هيبقى عقوبة جديدة على معصية جديدة اسمها معصية معصية البهتان. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية منها. القصة احنا كنا بنتكلم فيها إنه واحد حرامي راح سرق درع، وصاحب الدرع عرف وراح بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله، أو بعت حد يبلغ النبي وقال له رسول الله فلان الفلاني من بني أبيرق سرق الدرع بتاعي. بنو أبيرق قعدوا بالليل يدبروا ويرتبوا ويعملوا بهتان كده ويعملوا بلوت كده كبير، وقالوا لا ده احنا نتهم إن اللي سرق الدرع ده مين؟ واحد من الصحابة أو واحد يهودي بس بريء. وبيتوا هذا بليل، ثم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلون عن صاحبهم، وربما وكأنهم حاولوا الضغط على النبي صلى الله عليه وسلم عشان هو كمان يجادل معهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى نهاه على صلى الله عليه وسلم وأيقظه وأوقفه في الاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه تأثر بكلامهم، لأنه هو قال كده، قال إنما أنا بشر أحكم بنحو ما أسمع.
ربما أن يكون أحدكم ألحن بالحجة من أخيه فأقضي له بنحو ما أسمع، أو فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما قطعة من نار فليأخذها أو فليذرها. فالناس جم قالوا له احنا الأشراف ولاد الأشراف وابننا شريف وإزاي حد يدعي عليه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يطلب البينة وبدأ يدافع عن هذا الرجل بالعمل بالظاهر. ولكن نزل الوحي من الله تبارك وتعالى أخبر إن السارق هو من بني أبيرق. وجاءت بعض الآثار إن الراجل اللي من بني أبيرق ده عمل يا شباب، هرب وارتد وراح إلى مكة ولحق بالمشركين، وقيل أنه لحق أيضا بمين؟ بيهود خيبر مرتدا عن الإسلام. ماشي يا شباب، نسأل الله العفو والعافية. ودي بتبقى عقوبات متتالية. عشان كده احنا قلنا إن أقصر طريق لما الإنسان يعصي هو أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. أفضل شيء تعمله مهما كانت المعصية بتاعتك كبيرة أو صغيرة، سرقت أو نهبت أو عملت، ارجع إلى الله تبارك وتعالى. وذلك الله يقول: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. في غيبة وفي نميمة وفي كلام كتير وفي كلام عادي وفي كلام هزار وفي كلام رغي وفي إيه الصح من الكلام ده؟ فيجي قول عام من الله تبارك وتعالى أشبه بسورة العصر. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الآية دي عاملة زي سورة العصر كده: والعصر إن الإنسان، جنس الإنسان، لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال تعالى: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. ففي قول عام إن كل الكلام اللي احنا بنقوله وجميع أحوالنا وجميع أعمالنا هي باطلة. يعني إيه باطلة؟ يعني مش هتفيدك. هي إما تكون وزر عليك أو ما تستفدش منها حاجة. مركز؟ يبقى أحوالك كبني آدم، أحوالك كإنسان، ألفاظك اللي أنت بتقولها، تصرفاتك في الحياة، كلها بلا استثناء باطلة إلا ما كان الله تبارك وتعالى. طب كلمة باطلة هنا معناها إيه؟ معناها أنها كلها تروح ميزان السيئات؟ لا، باطلة بمعنى إن هي يا إما وزر عليك يا إما على الأقل لا فائدة فيها. فقال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعمل إيه؟ يطلع ينقل الأخبار من أي حتة ويحكيها وبعد كده يقول لك العهدة على الراوي. أهو قيل بقى، أنا شفتها في فيلم وثائقي وأصلي جت مش عارف إيه ويرغي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. قال قيل أي حاجة، فلان سرق، فلان أكل، فلان شرب، الدولة الفلانية عملت، الجيش الفلاني عمل، وارغى أي حاجة في أي حاجة. قصة قديمة عن إدريس عليه السلام، عن آدم عليه السلام، عن ذو القرنين، عن ودي، فاهم أنت؟ قول أي حاجة والعياذ بالله، وهو مش فاهم ولا دارس ولا مركز في أي حاجة. نسأل الله العفو والعافية. فقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي الحقيقة كل دول حاجات جميلة، بس ربنا سبحانه وتعالى ساعات بيذكر الشيء في العموم وبعد كده يخصصه بالذكر للدلالة على الأهمية يا شباب. فهو أصلا المعروف هو من الإصلاح بين الناس. المعروف الشيء الذي عرف من الشرع حسنه أو عرف من أحوال الناس حسنه وأقره الشرع الحنيف، منه الإصلاح بين الناس. ولكن وكأن الله تبارك وتعالى يريد التأكيد على المعلومة دي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالكذب في الإصلاح بين الناس. أذن بالكذب في الإصلاح بين الناس، إن أنت تروح اتنين متخانقين مع بعض وانت عارف هم الناس كويسين، بس هو الشيطان دخل بينهم وقلب بينهم، واحد ومراته، واحد واخوه، واحد وابوه. تروح بقى تألف، مفيش مانع من الكذب وتقول والله ده بيقول عليك كلام كويس، هو ما قالش، بس انت برضو عارف ان هو انسان كويس وعارف ان الصلح بين الاتنين افضل من الخلاف. ماشي؟ تروح تقول للزوجة ده زوجك راجل كويس ومش عارف ايه وبتاع وبيحبك وبيعمل، وتروح له تقول له ده مراتك دي انسانة طيبة وانسانة كويسة، وتصلح بين الاتنين، بين الاب وابنه، بين الاخ واخوه، بين الجار وجاره. فحتى لو كذبت بس كذبا لا يترتب عليه ضياع حقوق، تروحش يعني تشهد زور ولا حاجة، انت بس راح تقول له ان هو انسان كويس يذكرك بالخير، كل ده محمود عند الله تبارك وتعالى. فقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة
أو معروف أو إصلاح بين الناس. وبرضه ده يأكد إن أنت لو فقير ومعكش، إن أنت تأمر الناس بالصدقة. يعني أنت معكش تطلع، قول لهم تصدقوا، مفيش مشكلة. والصدقة بقى مش بس المال، ده أنت تبسمك في وجه أخيك صدقة، صح؟ فما فيش مانع إن إحنا نقول لكم يا جماعة، ونقول لنفسنا يا جماعة تبسموا في وجوه الناس، ماشي كده، أحسنوا إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أنت التسبيح صدقة، والتحميد صدقة، والتهليل صدقة. فأنت تأمر بصدقة، قول للناس اذكروا الله تبارك وتعالى، أو قول للناس تصدقوا بأموالكم لأجل الله تبارك وتعالى. كل ده منين؟ من الأمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تاني: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. طب اللي ما يمشيش كويس بقى، ويشاقق الرسول. ولازم نفهم معاني الكلمات، عشان ده الحد الأدنى من درس اللي احنا بنتكلم فيه، درس التفسير بتاعنا. الحد الأدنى إن حضرتك تكون عارف الكلمات معناها إيه، والآية إجمالا معناها إيه. يعني إيه يشاقق؟ يشاقق يعني يكون في شق وأنت في شق آخر. ما نكونش مجتمعين على كلمة واحدة، لا، أنا في مكان وأنت في مكان تاني، أنا في رأي وأنت في رأي تاني. فوالله لو أنت بتشاققني أنا أحمد وأنت واخد رأيك، يا عم ماشي. تشاققني في رأيي في مذهب فقهي، في كلمة، في مذهب طبي، في رأي فلسفي، في رأي فيزيائي، كان مفيش مشاكل. ولكن تشاقق الرسول لا بقى. وكمان من بعد ما تبين له الهدى، ودي نقطة تانية محورية هنتكلم عنها شوية، كلمتين كده في عقيدة أهل السنة والجماعة. يبقى تشاقق الناس كلها مش مشكلة، شاقق براحتك، فلان علان، لكن تشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم ويبقى الرسول في شق وأنت في شق آخر، لا، كده أنت بتعمل إيه؟ بتخرف. نسأل الله العفو والعافية. ومش هيكون لك عذر إذا تبين لك الهدى. ولذلك لما يجي السؤال الكبير، واحد يقول لي: هل كل الناس دي يا جماعة هتدخل النار؟ هل كل الناس اللي عايشين في أوروبا وأمريكا والصين والهند ومش عارف إيه كلهم هيدخلوا النار عشان هم ما بيعبدوش ربنا سبحانه وتعالى؟ إحنا النار والجنة دي في إيد مين يا شباب؟ في إيد ربنا سبحانه وتعالى. إحنا بنقول الكلمة العامة، إن ليتبين له الحق ويتبين له أن لا إله إلا الله، ويتبين له أن محمد رسول الله، وبعد كده يعاند ويكفر بالله وبرسوله، هيدخل النار. طب الناس دي تبين لهم الحق؟ الله أعلم، معرفش. يعني قول لي المليارات ده هيدخلوا النار يا ابن، الله أعلم. قول لي يعني إيه؟ مش فاهم. يعني هل هم تبين لهم الحق 100%؟ قول لي طب احنا نعرف ازاي؟ احنا مش مطالبين نعرف، احنا بنعامل الناس بالظاهر. يعني ايه بالظاهر؟ يعني الراجل ده قال لا اله الا الله واسلم، بنعامله كمسلم، بنصلي عليه، بيتزوج من المسلمين، يدفن في مقابر المسلمين، لو مات يغسل ويكفن ويصلى عليه، يرث من ميراث المسلمين، تجري عليه احكام الاسلام. لو عمل في الظاهر مش مسلم، يعني مات كافر مش مسلم، الاحكام دي كلها بتروح عنه وبيعامل معامله الكافرين في الدنيا. في الظاهر ده اللي انا شايفه، لان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا منا كافر ومنا مؤمن. اما في الاخره انا ما اعرفش. قول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني ممكن في الظاهر كافر، لكن في الباطن بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى كان يحب الاسلام، او ما يعرفش يعني ايه اسلام، فربنا اللي يعذره، دي مش بتاعتي. قول لي يعني ممكن الناس دي يكون فيها ناس معذورين كتير؟ ممكن يكون في مئات معذورين، آلاف معذورين، ملايين، مليارات، دي حاجة مش بتاعتي. احنا كمسلمين، وعشان كده احنا بنقرر في الصورة دي كلام كتير قوي 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 للي سمع الدروس بتاعتنا كلها. يا جماعة احنا بنلينا الظاهر، مالناش دعوة بالباطن. يعني لو قلت لي في واحد قسيس قاعد في كنيسة مثلا وهو مسلم بس خايف، اقول لك انا في الظاهر بالنسبة لي انا الراجل ده بيعمل ايه؟ بيعبد مثلا المسيح او بيعبد الصليب، وايا كان هو بيعمل ايه. انا في الظاهر لا تجري عليه احكام الاسلام، صح كده؟ يبقى لا يتزوج من المسلمين، لا يرث ولا يورث، اذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، الاحكام العاديه بتاعتنا خالص، صح كده؟ طب هو في الباطن كان مسلم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى دخله الجنه، هو اعلم سبحانه وتعالى به. انسان كافر بالله تبارك وتعالى بس الدعوه ما وصلتوش بشكل واضح، انا بالنسبه لي الخلاصه النهايه ايه؟ هو في الظاهر عندي مسلم، يبقى عامله كمسلم، في الظاهر كافر، عامله ككافر، وفي الاخر كما قال تعالى: من بعد ما تبين له الهدى. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. كده دي مفهومة، يشاقق يبقى يكون هو في شق والرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر.
قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اسمع بقى الكلمتين دول عشان ده كلام مهم قوي 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 بقى. وهنا الشافعي رحمه الله: اللهم يا ربي اجمعنا مع الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك وسائر يعني علماء الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي في الآية دي وغيره طبعا من العلماء بيقولوا بحجية حاجة اسمها الإجماع. قول لي يعني إيه؟ أقول لك يا سيدي. يعني إيه الأول كلمة غير سبيل المؤمنين؟ طب أنت فهمت يشاقق الرسول يبقى يعني هو في شق والرسول في شق، وده مفهوم أكيد. اللي يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى ضال، صح؟ لكن هنا الآية بتقول مش بس اللي يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، ده اللي يخالف المؤمنين. هم المؤمنين ليهم طريقة؟ ليهم سبيل اسمه سبيل المؤمنين. اسمه إيه؟ سبيل المؤمنين. يبقى الذي يخالف جميع المؤمنين هذا أيضا يصدق عليه نوله ما تولى ونصله جهنم. قل لي يعني إيه؟ يعني المؤمنين معصومين كل واحد معصوم؟ لا. هنا الفارق. عندنا في الشيعة عندهم المعصومين آيات الله والأئمة والكلام اللي انتوا عارفينه ده، ما عندناش احنا طبعا. المسيحيين مثلا عندهم ان القساوسة الكبار معصومين، وفي تفسير سواء في تفسير الإنجيل أو في قراءة الإنجيل معصومين، هم اللي بيتكلموا مع ربنا سبحانه وتعالى. وهو يقدر القسيس مثلا ان هو يدعي عليك يخرجك بين الملكوت والكلام اللي انتوا عارفينه. في الإسلام بقى في عقيدة أهل السنة والجماعة ما عندناش، ما فيش حاجة اسمها بني آدم معصوم، ولا حتى آل البيت، ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي رضي الله عنهم جميعا، ولا عثمان، ولا أي حد من الصحابة لوحده إيه؟ معصوم. وبالتالي تلاقي الصحابة نفسهم ممكن يختلفوا مع بعض، ما يقولوش بقى أنا عمر هتخالفني، لا، ده بيخالف. ولذلك عمر وأبو بكر الاثنين اختلفوا رضي الله عنهم. أبو بكر يقول له هعمل كذا، وعمر يقول له أنت إزاي تعمل كده؟ محدش يوم قال للتاني أنت إزاي تقول لي ده أنا أبو بكر ده أنا عمر، لا مفيش. لكن امتى بتكون المشكلة كبيرة بقى؟ لما يبقى الصحابة كلهم هم كمان في شق، أو المسلمون كلهم في شق وأنت في شق آخر. دي زيها زي من يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الآية هنا بتؤسس لمبدأ اسمه الإجماع. الإجماع ده يعني إيه؟ يعني إن كل علماء المسلمين المجتهدون في شق وأنت في شق تاني، في الأغلب 100% حضرتك غلط. أنهي إجماع بقى؟ الإجماع نوعين يا شباب. في إجماع قديم منضبط، وفي إجماع متأخر لا ينضبط. اللي يؤخذ من الآية هنا هو الإجماع القديم المنضبط اللي احنا نقدر نأكده. اللي هو إيه يعني نقدر نأكده؟ اللي هو زي إجماع الصحابة كده قبل بالذات ما يتفرقوا. الصحابة انتوا عارفين بعد الفتوحات الإسلامية تفرقوا. مين بقى اللي راح الكوفة، ومين اللي راح البصرة، ومين اللي راح مصر، ومين اللي راح مكة، ومين اللي قاعد في المدينة. فبقى متفرقين، وبقى الموضوع أحيانا يكون في شيء من الصعوبة أنك تعرف إن هم اجتمعوا على رأي معين أو على مسألة معينة. ماشي؟ لكن قبل ما يتفرقوا، وأحيانا تكون المسألة مشهورة جدا لدرجة إن كل الصحابة بلا استثناء يقولوا بقول واحد. ده بيسموه إيه؟ إجماع من الصحابة. والإجماعات اللي من الصحابة دي كتير أوي 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 أوي، زي إجماعهم على فهم آية من الآيات، إجماعهم على تقديم إمام من الأئمة. ماشي كده؟ ده دليل هذه الآية أن مجموع أمة النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ. ماله يا شباب؟ طبعا الكلام ده بيجيب الريتيشن وكده للناس اللي بينكروا السنة، لأنه أصلا واحد بينكر السنة هيقبل الإجماع؟ فعشان كده دول بره الحزب. يعني فريق مثلا اللي هو بتاع إبراهيم عيسى والناس دي كلها هم بره الحزب خالص، لأنهم أصلا بينكروا السنة، بينكروا البخاري ومسلم والأحاديث كلها، هم مش قابلين الفكرة دي كلها، فأصلا مش هيقبلوا لا إجماع ولا أي حاجة. لكن هنتكلم عن أهل السنة، إحنا كده الناس اللي هي إيه ماشيين على السنة. خلاص؟ يبقى المجتهدون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ينضبط فيه هذا الإجماع، وبخاصة إجماع الصحابة. لما الصحابة يجمعوا مثلا على ترتيب المصحف، ماشي؟ يبقى المصحف لما يتكتب، انتوا عارفين يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مش هو اللي جمع القرآن في مصحف واحد، صح؟ الصحابة هم اللي جمعوا القرآن في مصحف واحد، وهم اللي رتبوا الصور. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي رتب الآيات. مش عارف تعرفين المعلومة دي ولا لا؟ أنا في لمبة يعني عاملة أزمة في عيني. ماشي؟ مركزين معايا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت لما تنزل الآيات هو اللي بيتولى ترتيبها، يقول لهم حط الآية دي قبل دي، والآية دي في الصورة دي، والآية دي بعد دي. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل.
لكن ان الفاتحه بعدها البقره بعدها ال عمران بعدها النساء، ده النبي ما عملوش صلى الله عليه وسلم. بل اللي جمع القران مين؟ هم الصحابه، بدايه من عهد ابي بكر جمع القران الكريم ماشي في عهد ابي بكر الصديق، وبعد كده لما جه عهد عثمان بن عفان بدا بقى اللي هي مساله تجميع المصاحف في مصحف واحد الى اخر الموضوع. فجمع القران الكريم اجمع الصحابه اجماعا واضحا، جماعه خلصان بقى على ان ترتيب المصحف كده. يبقى حضرتك ما تجيش تالف وتقول والله لا انا حاسس كده قلبي بيقول لي ان ال عمران تتحط قبل البقره. فواحد بس يجي كده يتفتق ذهنه ويقول ايه، لا انا هكتب المصحف من اول وجديد، احط الفاتحه وبعد كده ال عمران وبعد كده البقره. ايه رايك؟ لا ما ينفعش. دليلك ايه؟ دليلك اجماع الصحابه، لان هم لما كتبوا المصحف وجمعوا المصحف في عهد ابي بكر الصديق. هنا انا بقى طبعا النهارده بفتح لك الايه، عشان احنا عندنا فقه النهارده في العهد المدني، احنا معانا فقه كتير ماشي. وانا في طبيعتي بحب ما اتكلم في مساله اجيب لك القاع بتاعها، بعيدا ان انت هتتبنى ايه في الاخر، بس بفهمك الدنيا جايه منين طالعه منين يعني. المصحف ده مين اللي جمعه؟ الصحابه. مين اللي رتبه؟ الصحابه. طب هل ينفع حد يغيره؟ لا. ليه يا باشا؟ عشان الاجماع. يبقى حضرتك لما بتقولش بالاجماع على راي منكر السنه ومن بعدهم ومن لف لفهم، هتضطر اسفا ان انت تقبل ان ممكن حد يمسك المصحف بقى ويجيبه من فوق لتحت، وفي بقى كميه من الأحكام الشرعية لا تستقر استقرارا حقيقيا واضحا يعتمد عليه إلا بسبب الإجماع. إلا فين؟ إلا بسبب الإجماع. واللي حضر معانا التفسير في كثير من الآيات هيعرف إن في إجماعات من الصحابة في تفسير آيات لدرجة ما تقدرش تفسرها غير كده، مع إن الآية قد تقبل معنى آخر، لكن هم الصحابة رضوان الله عليهم هم اللي فسروها كده. فاكرين الآية بتاعت الكلالة؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. فاكرين إحنا لما قلنا إن هل في إجماع من الصحابة في الموضوع ده على إن هم دولة الإخوة لأب، وإن في آية تانية بتتكون عن الإخوة الأشقاء والإخوة لأم؟ مين اللي قال إن الآية دي بتتكلم عن الإخوة لأب بس، مع إن الآية عامة تقول كلالة؟ خلاص كده في إجماع من الصحابة على هذا المعنى، وحاجات كتيرة اتكلمنا عنها مش هقدر أذكرها كلها. يبقى لازم يا جماعة تفهم إن الإجماع ده حجة. وأنهي إجماع؟ الإجماع القديم الذي ينضبط، خاصة الإجماع الذي عليه مين؟ الصحابة رضوان الله عليهم. والموضوع ده لو أنت فلت فيه هتضيع كل حاجة. واحد يقول لي ليه؟ هقول لك أنا ليه. إيه أهمية الإجماع وليه لازم يكون فيه إجماع؟ لأن أصلا اللغة نفسها الذي يضبطها هو الإجماع. يعني أنت لما تيجي تقرأ جملة من الجملة إنجليزية ولا جملة عربية ولا جملة أي حاجة، والفعل وده الفاعل وده المفعول، لو واحد بيقول لك لا أنا شايف إن الفاعل ده فعل مثلا يعني تحتج عليه بإيه؟ بكتب النحو؟ ما تكفيش، بتحتج عليه بإجماع أهل النحو لفهم كتب النحو، إجماع أهل اللغة لفهم أهل اللغة. يا رب نفهم الكلمتين دول. تاني ولا مش تاني؟ فكرة الإنسان يرد الإجماع مطلقا دي كلمة باطلة أصلا، ولازم تفهموها، ولازم إن شاء الله تستقر عندكم إن في كل مجال لازم يكون في إجماع أهل المجال ده علشان نضبط الأفهام. زي ما قلنا واحد بيقول إيه 1 زائد 1 يساوي 3، جبتها منين يا عم الحاج؟ قال لك والله ده فهمي أنا للجبر والرياضيات والكلام ده. تحتج عليه بإيه؟ بكتاب للجبر أو كتاب هو أنا لا يؤمن بكتب. تحتج عليه بعقول الناس التي أجمعت، كل الناس اللي بتفهم في الجبر واللي بتفهم في الرياضيات واللي بتفهم في الحساب مجمعة على إن 1 زائد 1 يساوي 2 وليس 3. فتقدر ترد عليه عن طريق مين؟ الإجماع. يبقى الإجماع ده شيء إيه يا جماعة؟ شيء مهم جدا. دليله من الكتاب قول الله تبارك وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يبقى لازم يكون في سبيل للمؤمنين، ولذلك تثبت، وده فارق جوهري ما بين المسلمين وأهل السنة من المسلمين في جانب، والناحية التانية الأديان الأخرى اللي عندهم معصومين ومؤسسين للديانة. يعني أنت ما تيجي حتى غير الديانات السماوية، لما تروح البوذية ولا تروح لأي دين تاني، دايما تلاقي كده أن في شخصية محورية معصومة خارج نطاق الأنبياء والوحي من الله تبارك. لا، بني آدم، وفي صفوة ما بيغلطوش، وفي ناس من تحت هم اللي بيغلطوا، وهكذا وانت ماشي. فتجد دايما في المسيحية ان في الآخر كهنوت هم اللي ما بيغلطوش، ماشي كده، وبالذات الكاثوليكية. خلاص، ولذلك انت لما تيجي تتوب المفروض في الكاثوليكية وغيرها انك بتتوب عن طريق الراجل ده، والراجل ده هو اللي يقدر يلعنك ويخرجك من الملكوت، ويبقى هو الوصلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. مين على نفس النسق ده ممن ينتسب للإسلام؟ أغلب الشيعة عندهم
إن الأئمة معصومين أيضا وما بيغلطوش، وطبعا أهل البيت عندهم ما معصومين وهكذا وانت ماشي. لكن عند أهل السنة والجماعة إجماع أهل العلم أو إجماع المجتهدين من أهل العلم في وقت من الأوقات، وفي إجماع تاني اسمه إجماع ظني اللي هو إجماع المتأخر بقى، اللي هو ممكن احتمال يكون إجماع كامل وممكن يكون مش كامل، ده بيسموه إجماع ظني، وبيكون حجة في الحقيقة، بس حجة إيه يا شباب؟ حجة ضعيفة شوية. يعني واحد يجي يدعي بقى الإجماع على كفر ترك الصلاة، لا إجماع مش كامل. الإجماع على تحريم الغناء مش كامل. الإجماع على تحريم كذا، بيبقى إيه؟ مش معاك الإجماع، مش معاك قوي، ماشي كده، وبيبقى اسمه إجماع ضعيف شوية. ينفع تحتاج بيه بس بيبقى الاحتجاج بيه ضعيف، مش زي إجماع الصحابة على ترتيب المصحف، مش زي إجماع الصحابة على فهم آية من الآيات، مش زي إجماع الصحابة على تقديم أبي بكر الصديق، مش زي إجماع الصحابة على تقديم عمر بن الخطاب، وهكذا بقى وانت ماشي. فاهمين يا شباب لحد كده؟ يبقى إيه دليل الإجماع؟ من الكتاب طبعا، من السنة، في كم هائل من الأحاديث، في كتير منها فيه ضعف، لكن بمجموع الطرق قد تصل إلى المتواتر المعنوي، يفيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لا يمكن أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تبقى متبنية رأي من الآراء ويطلع الرأي ده غلط. الأمة اللي يقصد بها طبعا إيه؟ علماء الأمة وليس أحد الناس. فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. وتبقى العلة، المعيار، أنت هتروح الجنة ولا النار، هتعاقب ولا مش هتعاقب، إن أنت تكون تعلم إن أنت تشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما تبين لك الحق. فقال سبحانه وتعالى: نوله ما تولى. روح بقى مطرح ما تروح، خلاص لا يبالي الله تبارك وتعالى بك في أي واد تهلك. الذي يترك إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك سبيل المؤمنين، يترك الصحابة الكرام الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن اختلفوا فليس واحد منهم أحق بالحجة من أخيه. يعني الصحابة إذا اختلفوا يا شباب، وده القول الصح في أصول الفقه، إن قول الصحابي لوحده ليس بحجة. لا، مش بحجة. ما ينفعش مثلا تبقى أنت عندك قول لابن عباس وتقول هو ده اللي تمشي بيه، لا، طالما الصحابة اختلفوا يبقى مش حجة. وعندنا بقى مئات وممكن نقول آلاف المسائل اللي فيها خلاف بين الصحابة، وما تقدرش تحتج على حد طالما الصحابة نفسهم اختلفوا. وخلافات بقى ما بين مثلا فهم آية من الآيات، فهم حديث من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي حصل ما بين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، اللي حصل ما بين ابن عباس وبين غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، مذاهب العلماء في ذلك، كل ده معروف. ودي قول، وده نقطة في أصول الفقه. هل قول الصحابي حجة؟ لا، ده القول الصحيح. خلاص. في بس قول تاني كده بيقول ايه، ان هو حجة اذا انتشر ولم يعرف له مخالف، بس برضه بيبقى ضعيف شوية. يعني انت ما تعرفش تحتج بيه على الناس بشكل شديد. لما يكون معاك آية، معاك حديث، تحط معاهم بقى قول صحابي مشهور ما فيش قدامه مخالفين من الصحابة، يبقى انت كده بتعمل عملية دعم للفهم بتاعك وللأدلة بتاعتك علشان تطلع بالحكم الشرعي في الآخر. اللي ما يعملش كده يا شباب في الأغلب يهلك، لأن الاستضاءة بالصحابة ده دأب الصالحين، دأب المتقين، إن هو دايما كده يبقى معاك كشاف نور كده، لمبة كده واخدها من فهم الصحابة رضوان الله عليهم علشان ما يهلكش. لأن الشيطان قريب جدا من إن هو يخليك تفهم على هواك. فاكرين الآية اللي قلناها في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الشيطان دايما بيخلي الناس اللي عندهم في قلوبهم زيغ، مرض نفاق، يمسك الآيات المحتملة اللي فيها احتمال أكثر من وجه وياخدها، يحاول يلوي أعناقها ابتغاء الفتنة بين الناس عشان يبوظ الناس دينهم، وابتغاء تأويله على ما هو عايز. يعني بيظبط الآية عشان تطلع بالمعنى اللي هو عايزه، يطلع دي حلال، يطلع دي حرام، يدخل ده النار، يدخل ده الجنة، وهكذا. انت ماشي زي واحد كده يجي يقول ايه: يسمى عذابا من عذوبة طعمه ولهم نعيم في الجنان مباينه. يقول لك ان العذاب ده من العذوبة، يعني هو عايز يقول مفيش حاجة اسمها نار اصلا، وان النار دي هيبقى الدنيا فيها حلوة، ونسأل الله العفو والعافية. طب احنا نضبط فهم هذا الرجل بايه؟ نضبطه بالآيات والأحاديث وإجماع فهم الصحابة على ان النار في جهنم هي للتعذيب والألم وليس للعذوبة والطعم الحلو. فاهمين يا شباب؟ فقال تعالى:
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وتجد بقى يا شباب بقى كل الفرق الضالة اللي خلفت أهل السنة والجماعة دايما تحس إن هم بيركنوا الصحابة على جنب، من الجهمية والقدرية والمعتزلة، ولذلك ألف به عندهم ما ياخدوش بالسنة. ولذلك يطلع حتى هو الراجل المشهور ده، مش عايز اقول اسمه كل شويه، هو بيقول انا معتزلي. احيانا ما يتزنق كده ونقول له طب الادله لقيته لك انا معتزل. معتزل يعني اركن لي السنه على جنب واركن الايه الحديث على جنب والاجماع على جنب. انا بمشي بدماغي. المعتزله يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على الايه على النقل. وطبعا دي اهواء، ولذلك السلف رضوان الله عليهم وائمه اهل العلم من اهل السنه كانوا مش بيسموهم بقى المخالفين، بيقولوا عليهم اهل الاهواء. مش مجرد انسان يعني بيشغل دماغه وجيب رأي مخالف، لا ده أهل أهواء، إن هو يترك السنة أو يترك الصحابة رضوان الله عليهم أو يسب الصحابة أو يقع في أعراضهم. ده مش مجرد إنسان له رأي، ده بيسموه كده أهل الأهواء. وعشان كده أهل الأهواء دول لما يجوا في آية زي الآية اللي جاية، وشوف بقى ترتيب سياقات القرآن الكريم تجد العجب، يجوا في الآية اللي جاية دي يخربوا الدنيا بقى. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. آية واضحة بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيغفر كل شيء ماشي كده إلا الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تيجي المعتزلة عشان ما بياخدوش بالأحاديث وماشيين بدماغهم، قال لك إن مرتكب الكبيرة كافر. كافر. وطبعا التكفيريين اللي هم الخوارج ده أساسي، ولذلك كفروا الصحابة وكفروا علي بن أبي طالب، قالوا ده أنت علي بن أبي طالب لا يحكم بما أنزل الله أنت كافر. ومعاوية بن أبي سفيان أنت خارج على الإمام أنت كافر. ومش وهكذا بقى، وأنت مش كفروا الكوكب كله، نسأل الله العفو والعافية. زي دلوقتي كده بدون ذكر أسماء كده تلاقي واحد ماسك الأئمة الأعلام، النووي كافر، السيوطي كافر. طب يا ابني أنت هو غلط، أنا معاك إن هو غلط، أقمت عليه حجة، أنا عملت أي حاجة؟ هل من الأئمة من قعدوا معاه وأقاموا عليه الحجة ونفوا عنه التأويل وموانع ما فيش، هو ما بتفهمش، هو قال كذا وكذا فهو خارج الإسلام وهكذا، ونسأل الله العفو والعافية. أنت ماشي، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هم متجددون. من أعاجيب قضية الخوارج والتكفيريين أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد بقاءهم فترة كبيرة جدا من الزمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج منهم قرن قطعه الله. قول لي يعني هتلاقيهم كل شوية وهيجي واحد يقطعهم خالص، زي ما فعل علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب في معركة النهروان ضد الخوارج قيل أنه لم يترك من جيشهم 10، وما مات من جيش المسلمين وجيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما ماتش منهم 10. تخيل أنت، حرب إبادة. قول لي إبادة ليه؟ أقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو اللي قال كده، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يعني إيه إبادة؟ الله مسلم. ودي برضو من أعاجيب الشريعة، إن الحروب الإسلامية أصلا مش بهذا المنطق. الحروب الإسلامية حصلت ضد المسيحيين وضد، ما كانش المنطق فيها كده، لا بالعكس، انت كان المنطق ان انت تنتصر، تفتح البلاد، تعم الخير، ويترك للناس ان ممكن اللي عايز يسلم، يحصل فداء، يحصل أسر، يحصل حاجات كده. لكن ايه قصة الإبادة دي كانت بتحصل مع الخوارج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ولذلك علي بن أبي طالب في الحديث لما حاربهم في معركة النهروان قيل لم يتبقى من الجيش كله 10 بني آدمين يتعدوا على الإيدين الاثنين. سبحان الله. فموجودة بقى الفكرة دي، وعلشان انت تعصم نفسك من الوقوع فيها لازم دايما ترجع لمين يا جماعة؟ لأهل السنة، تشوف إجماعاتهم، تشوف فهمهم للآيات وفهمهم للسنة. لأن الآية دي كده، الآية دي يقول لك إيه؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا بس يبقى سيئة كافية إن أنت تكون كافر والعياذ بالله. يقول لك بس كده، هي سيئة واحدة كافية إن أنت تكون كافر، أو إن أنت تقع في كبيرة من الكبائر، دي كفاية إنها والعياذ بالله تخليك كافر ولا تدخل الجنة. تاني في سورة آل عمران قال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. يستخدمها زيها برضو آية القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال لك برضو نفس الكلام، كافر. احنا عشان نرد على الناس دي او علشان نعرف نتعامل مع هؤلاء سواء تكفيريين سواء معتزلة سواء لازم تعرف يعني ايه اهل السنة والجماعة.
أهل السنة والجماعة لهم قواعد في فهم القرآن والسنة، على رأسها الأول الإقرار بوجود السنة، وجود الأحاديث الصحيحة. 2 الإجماع اللي أنا بتكلم عنه دلوقتي. عشان كده وإحنا بنتكلم في التفسير، أنا ما أقدرش أكلمك في التفسير في الروحانيات بس، لا، الروحانيات والخير والتعلق بالله تبارك وتعالى والخوف منه سبحانه وتعالى والرجاء فيما عنده وحب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن لازم تعرف قواعد أهل السنة والجماعة. فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يا ربنا سبحانه وتعالى إذا شاء يمكن أن يغفر جميع الذنوب بشرط إنك ما تكونش كافر بالله تبارك وتعالى، يبقى الكافر ليس له في الآخرة من نصيب. طب ما فيش أي شفاعة، ما فيش أي حاجة؟ والله ما في. حتى عم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يحاول إنه هو يشفع لعمه، يعني حاول يخفف عنه بس المشكلة شوية، ماشي يا شباب، ما عرفش يطلعه من النار. قبل ما يموت عمه اللي هو أبو طالب في مرض الموت، ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله واحدة بس، يعني أنت اللي هو ساعدتني وكنت واقف معايا وعمل حاجات كتيرة جميلة، بس أنت في مشكلة، في حاجز أنا مش عارف أعديه، إيه هو؟ قل لا إله إلا الله عشان أعرف أكمل. قل كلمة أعمل بيه أشفع لك بها عند الله، اديني بس الخيط أعرف أتحرك وأكمل. وكان عنده رجلان من قريش يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أنت اتجننت، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما كلمهم قال: إيه يا شباب؟ قال: هو على ملة عبد المطلب. واسمع في الحديث كده، قال: وأبى أن يقول لا إله إلا الله. في رواية صحيح مسلم جاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا رسول الله، يعني أنت ما عرفتش تنفع عمك بشيء. طبعا لما عمه مات، عم النبي صلى الله عليه وسلم مات، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل نهي الله تبارك وتعالى المؤمنين عن أن يستغفروا للمشركين، وطبعا منهم كان مين؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالعباس اللي هو أخو أبو طالب جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، يعني أما نفعت عمك بشيء؟ ما عرفتش تشفع له تحاول تخرجه من النار يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قدر إن هو يشفع له بشيء ما، بس الشفاعة ما كفتش إنه يطلع من النار. خرج من دركات النار لحد ما طلع لحاجة اسمها الضحضاح. عارفين الضحضاح يعني إيه؟ عارف أنت لما يكون في نقدر نقول بحيرة أو شط، المهم المية مش غريقة، يا دوب ضحضاح كده، نسبة مية بسيطة خالص، يا دوب توصل لحد مشط رجلك كده، ده اسمه الضحضاح. فهو أبو طالب مش مغروز بقى في النار من تحت، لا، ده هو خرج 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 لحد ما وصل إن بقى فيه ضحضاح كده. وفي رواية: في أخمص قدميه حجر أو حجران من نار يغلي منه دماغه، نسأل الله العافية والعافية. يعني وصل له من جهنم حاجة قد كده يا دوب واصلة لأخمص قدميه بيغلي منه دماغه. فالنبي ما قدرش صلى الله عليه وسلم إن هو يخرجه منين؟ من النار، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. طب وإيه اللي بيخليه يشرك؟ ليه المشركين دول كانوا يعني ليه الحالهم يا جماعة؟ حالهم كان وحش قوي. يعني يأكلون الميت ويقتلون الضعيف، وتلاقي الراجل متجوز 20 30 40 واحد زي دلوقتي كده. حالهم سيء جدا، مفيش قوانين، قانون الغابة، يعني تلاقي القبيلة دي تغير على القبيلة دي والقبيلة دي تغير على دي، مفيش أي حاجة، نسأل الله العافية والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ده الوقت الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم علشان يأخذ بإيد الناس إلى الخير صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. بيقول الناس اللي كفروا دول، بالذات كفروا قريش، يعني إن يدعون دي صيغة في اللغة العربية معناها لا. إن هنا دي تفيد النفي، يعني لا يدعون من دون الله إلا إناثا. يعني القرآن بيشنع عليهم إن هم خدوا الأسماء اللي هي أسماء الله تبارك وتعالى، وواضح إن هم كانوا متأثرين ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام. يعني كان عندهم كلمة الله، كان عندهم كلمة العزيز، كان عندهم كلمة المنان. فصاغوا من الأسماء دي يا شباب الصيغة المؤنثة منها.
وقالوا دي الملائكة، ونعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وبقى لكل قبيلة تختار صنم ويدوا الصنم ده اسم مؤنث ملصق بالملائكة وواخدينه من اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. فتلاقي الله خدوا منه اللات، مناه من المنان، العزة من العزيز. انت فاهم حاجة؟ ايه ده؟ طيب يعني هو ايه الحوار؟ يعني ايه الحوار يا جماعة؟ هو ان الانسان والعياذ بالله اذا حكم عقله هلك واهلك الناس. وعلشان كده القرآن نازل علشان ياخد بإيد الناس إلى الخير. محدش يقول احنا مش محتاجين دين ولا مش محتاجين ربنا، لا والله، والله ابدا. انتوا شفتوا طبعا اوروبا وامريكا وغيرهم كانوا وصلوا ايه قبل الحرب العالميه الاولى والثانيه. شفتوا بقى بعد الثورات، النهضه والثوره الصناعيه والثوره التجاريه والكلام الجميل ده، شفتوا شراره كلوا بعض، موتوا من بعض كام؟ حوالي 100 مليون بني ادم، غالبيتهم من المدنيين. فلا، الناس محتاجه دين ربنا، محتاجه تقويم، محتاجه فهم. هم يحبوا ان دايما يبقى في واحد كبير يتحكم في الناس وينظم لهم كل امورهم طبقا بقى لاهواء الشخصيه، طبقا ل مكاسبه الاقتصاديه، لمكانته السياسيه والاجتماعيه، وهكذا. في ناس ما يحبوش ان هم الدنيا تتظبط علشان هيفلت منه المنصب بتاعه او الاموال بتاعته. ولذلك الكهنه نفسهم اللي كانوا بيعملوا الاصنام، اللي هم كانوا سدنت خدم الاصنام، كما جاء في بعض الأحاديث إن كان في كل صنم سبحان الله كان في شيطان بيطلع يكلم الكاهن، وربما كلمه أمام الناس علشان الناس تفضل متعلقة بالكاهن وتفضل عابدة للكاهن وللصنم، أو على الأقل للصنم وخادمة للكاهن. وذلك في حديث مشهور النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وبدأ يهدم الأصنام، وكان يبعت إرساليات من الصحابة الكرام علشان يهدموا صنم. فلدرجة أنه بعت أحد الصحابة لصنم هناك هدمه، ورجع قال له أنا خلصت المأمورية. قال له لا، ما خلصتش، روح هناك لازم هتلاقي حاجة تانية تهدمها. لحد ما راح لقى الجني قتله، قال له كده خلاص انت عملت الصح صلى الله عليه وسلم، وانت كده قضيت على هذا الصنم أو قضيت على هذا الإله المزعوم، نسأل الله العفو والعافية. فسبحان الله لما الشياطين بقى تجد ان الإنسان متخلف وتبدأ تنسج له من خياله شيئا يعبده وتكبر الموضوع، فيبقى مش مجرد صنم، لا ده يبقى مجرد صنم ومن خلفه شيطان يدعو الناس. فقال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا. وطبعا ده كان من التشنيع، إن هم أصلا كالعرب ما بيحبوش الستات، ما بيحبوش الأنثى، يعني ما يحبش إن هو يخلف بنت، ولو خلف بنت بيبقى متضايق ومستاء وممكن يجوزها وهي لسه يعني ارميها في أي حتة والعياذ بالله. فمن الأعاجيب إن هم لما يجوا يتعاملوا مع الله تبارك وتعالى ينسبون له الأنثى. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. ربنا يقول أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. وجعلوا بين الله تبارك وتعالى وبين الجنة نسبا، نفس الكلام. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، نفس الكلام. هم عايزين يتكلموا في الميتافيزيكس، هم عايزين يتكلموا في ما وراء الطبيعة. طب انت ما وراء الطبيعة ده انت ما عندكش اي هدي، ما عندكش اي حاجة، فطخ بقى، حط الجن مع الملائكة، الغي دوت خالص، اخترع اختراع من الاختراعات وهكذا وانت ماشي. اذا جيت تتكلم في شيء ما وراء الطبيعة وعقلك لا يستطيع ولا يستضيء بنور من انوار الوحي، لازم يهلك في واد من وادي الهلكات. فقال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا، يعني هم لا يدعون من دون الله تبارك وتعالى إلا إناثا. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. يعني إيه مريد يا شباب؟ عارفين أمرد؟ الإنسان الأمرد، الرجل الأمرد اللي هو بيبقى مش متغطي بالشعر، يعني ما عندوش لحية مثلا، ما عندوش شارب، فبيسموه أمرد. وأي شيء أرض مرداء معناها أرض مش مغطاة مثلا بزرع، مش مغطاة بأشجار. المريد أو المتمرد ده بيبقى خارج عن الطاعة، بيبقى متمرد، عارف انت، خارج عن الطاعة، مش متغطي بأي شيء من الأدب ولا الأخلاق ولا الطاعة ولا الخير، دايما متمرد والعياذ بالله. فوصف الله تبارك وتعالى الشيطان بأنه مريد متمرد خارج عن طاعة الله تبارك وتعالى.
فقال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى في مسألة تسمية الآلهة، يعني أنت بتعبد إله المفروض أنه هو الإله ده الخالق، صح كده، أو الرازق أو اسم الإله إيه حضرتك؟ والله ده اسمه بوذا، اسمه اللات، اسمه العزى، فالقرآن نفسه بيقول لهم: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. يعني إيه؟ يعني هو قبل ما يبقى اسمه العزى، مش أنتوا اللي سميتوه العزى؟ هو قبل كده كان اسمه إيه؟ محدش يعرف، لأن أنتوا اللي اخترعتوه وسميتوه. لو كان إله فعلا كان يبقى ليه اسم لوحده قبلك، لكن ما كانش ليه حاجة، ده أنت اللي عملته وأنت اللي سميته، سواء سميته باسم أبوه، باسم أخوه، باسم عمه، باسم الأنثى، باسم الملائكة، باسم الجن، ليس له وجود. فده تذكير من الله تبارك وتعالى بأن أنت اللي عمله بإيدك، فازاي تعبده من دون الله تبارك وتعالى. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا متمردا لعنه الله. فالشيطان ملعون، واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. الشيطان لما لعن أذن الله تبارك وتعالى لحكمة من عنده إن الشيطان سيتمكن من إضلال بعض بني آدم. والشيطان نفسه قال كده، قال: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. أنا هقدر أخذ من العباد المسلمين أو غير المسلمين من البشر، يعني أخذ منهم نصيب بقى بوظ لهم العبادة. المهم سيصرفون شيئا لي، سواء عبادة مباشرة لو عبدة الشيطان، أو عبادة الشهوات، لأن هي في الآخر أصلا تؤول إلى الشيطان والعياذ بالله. لأن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر أنه نهى الناس عن عبادة الشيطان، نهى الناس عن عبادة الشيطان سبحانه وتعالى. لكن الشيطان من البداية كان يعلم أنه سيأخذ نصيبا من العباد. والآية دي ليها تفسيرين: إما النصيب معناه جزء من عبادة الناس أو جزء من عادات الناس هيصرفوه للشيطان مباشرة، أو هيصرفوه للآلهة المزعومة، وده في الآخر هيبقى يعود إلى الشيطان أيضا. وتفسير آخر قال إن النصيب ده هم الناس اللي هيدخلوا النار في الآخرة، لأن سيقال لآدم عليه السلام يوم القيامة: أخرج بعث النار. فهيسأل: هو بعث النار قد إيه؟ يعني كم واحد من ذرية آدم هيدخلوا النار؟ فيقال له: من كل 1999. من كل 1000 كام؟ 990 واحد هيدخلوا النار. يبقى من كل 1000 بني آدم 999 داخلين النار واحد بس. يبقى ده كان نصيب الشيطان. طبعا واحد يقول ازاي يعني؟ هل ده معناه ان كل البشر داخلين النار؟ طبعا في احاديث اخرى بتبين ان عدد يأجوج ومأجوج يبدو ان هو ملايين، مش ملايين، يبدو ان هو مليارات، والله اعلى واعلم. في احاديث تفيد ان اعداد يأجوج ومأجوج دول كلهم داخلين النار. دول كلهم ايه؟ داخلين النار. فمش شرط البشر اللي احنا عايشين بس معاهم، لسه في يأجوج ومأجوج لما يخرجوا ويأذن الله تبارك وتعالى بخروجهم، وهم أعدادهم ستكون مهولة جدا. طبعا بعض العلمانيين والملحدين يقول لك: طب فين بقى الملايين المملينة دي؟ مستخبيين فين ولا مش عارف ايه؟ هو أولا ليس شرطا ان هم يكونوا موجودين دلوقتي بهذا العدد. قول لي يعني هي في قبيلة اسمها يأجوج ومأجوج عددهم 20 واحد 30 واحد عايشين في مكان ما، خلف سد ما، في مكان ما في الأرض، وأول ما ربنا يأذن لهم بشيء ما هيتكاثروا بسرعة جدا ويملؤون الأرض، ويبقى عددهم بالمئات بالملايين زي ما كما يريد الله تبارك وتعالى. وليس طبعا كما يقول بعض المخالفين طبعا للأحاديث الشهيرة، إن واحد يقول لك إن يأجوج ومأجوج دول البراكين والتسونامي. طبعا أكيد أنتوا سمعتوا الراجل دوت، هو كاتب طبيب يعني، لكن طبعا هو أكنه بيعمل رواية يعني. بصراحة شيء ليس له لا علاقة لا بالدين ولا وفي الآخر أنا بس عشان أريحك، أنا ليه دايما وأنا بأصل معاكم بنتكلم في القرآن لازم أجيب لك معايا السنة عشان تعرف إزاي الناس بيدخل عليهم التخريف. معلش أنا آسف، مش عايز يستضيء بالسنة، مش عايز. ولذلك لما هذا الرجل اللي كان بيتكلم في يأجوج ومأجوج وقال عنهم إن هم البراكين والتسونامي، فواحد المستضيف يعني كان راجل كويس قال له: بس في أحاديث بتقول إن الناس دي بشر، في أحاديث واضح إن واحد منهم هيمسك السهم أو الحربة ويحدفها في السماء وتنزل بدم ويقولوا كذا وعملنا كذا ويشربوا. قال له: لا الأحاديث دي احنا بناخدها بطريقة رمزية. قال له: عم دي أحاديث صحيحة خلصانة، في منها أحاديث صحيح مسلم. لا احنا بناخدها، نحن نفهم الأحاديث بشكل رمزي، بنرد الأحاديث يعني، بناخدها بمزاجنا. الحديث اللي يمشي مع الرواية بتاعتي يبقى أهلا وسهلا، ما مشيش مع الرواية بتاعتي تركنه على جنب هم ماشيين كده، في ناس ماشيين كده. انت فاهم ازاي؟ عشان كده احنا واحنا بنقرأ الآن في طريقة التفسير بتاعتنا، معلش التفسير صعب شوية وبقالنا ساعة عمالها صدع دماغك اهو، بس ان شاء الله نقول كلام كويس.
قال تعالى: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. نسأل الله العافية والعافية. يبقى الشيطان يا شباب نسأل الله العافية والعافية في تحد عجيب أذن الله تبارك وتعالى فيه لحكمة من عنده، إن هو يأذن في وجود هذا الكائن وإن هو يعيش هذه الفترة من الزمن ويسعى في إضلال الناس سبحانه وتعالى. وطبعا ده شر وليس شرا محضا لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. واللي مش فاهم قوي قضية خلق الشر، في فيديوهين موجودين في التايم لاين عامل لهم أنا مثبتهم علشان تسمعهم، اسمهم خلق الشر 1 وخلق الشر 2، ممكن يسهلوا عليك المعنى شوية. الشيطان بقى قال ايه؟ قال ولأضلنهم ولأمنينهم. يبقى هو هيضل الإنسان، سيسعى في إضلال الإنسان وسيمنيه. يعني ايه يمنيه؟ يعني يقول له اعمل بس المعصية دي وما تقلقش، ده هتروق وتحلى والدنيا تبقى تمام، واسرق من هنا وخد من هنا واتفرج على الحرام دوت وعيش اليومك هيرسم لك أمنيات كاذبة خادعة، إنك تتناول الحرام ويتهيالك إنه هيفيدك، إنك تترك الحلال ويتهيالك إن ده هيكون أحسن ليك. إزاي يقعد يديك أمنيات بقى؟ هتبقى زي الغرب متطور وهتبقى كذا وهتطلع القمر وتنزل مش عارف إيه، وتفضل في أمنيات في الآخر ما تاخدش حاجة، تاخد على قفاك والعياذ بالله. فاهم؟ أماني يمنيهم، اعمل بس الشر وهتبقى الدنيا حلوة، اقع في كذا وما تلاقيش الدنيا هتبقى حلوة. ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. دي حاجة بقى عجيبة كان بيعملها الشيطان، لأن من أعاجيب خلق الله تبارك وتعالى إنك لازم تتعب في الدنيا حتى لو أنت اخترت الراحة. واحد يقول لي يعني إيه؟ أقول لك خد بالك، أنت كبني آدم لو قعدت كتير على الكرسي ظهرك يوجعك من القعدة، ولو وقفت كتير رجلك توجعك، ولو مشيت كتير نفسك يوجعك، ولو نمت كتير جنبك يوجعك. أمال أعمل إيه؟ هي حياتك كده. فلذلك حتى لو أنت يعني مشيت عكس ربنا سبحانه، عكس دين ربنا سبحانه وتعالى، واخترت الإلحاد ولا اخترت أي حاجة، اخترت النسوان، اخترت الخمور، اخترت اللي أنت عايزه، برضو بتبقى تعبان. الخمرة بتتعبك والنسوان بيتعبوك والسهر بيتعبك والسرقة بتتعبك والمافيا بتتعبك والقتل كل حاجة بتتعبك. يعني هي الحياة برضو مش هتمشي حلوة زي ما أنت متخيل يعني. والشيطان لما يوقعك في الشهوات هو ما بيحبكش. يعني إيه؟ ركز معايا. أنت ممكن صاحبك ياخدك تصيع، ماشي، يجهز لك قعدة حلوة عشان هو بيحبك، صاحبك ده هو بيحبك فعايزك وانت بتصيع يعمل لك قعدة جميلة. فاهم انت؟ مشروب لذيذ، تكييف شغال، حتة بلاي ستيشن، سيجارة معرفش ايه، بنت بتعمل ايه، رقاصة ايه، بيظبط لك الدنيا. فاهم ازاي؟ عشان هو صاحبك وبيحبك. ماشي يا شباب؟ الشيطان بقى مش كده. يعني ايه؟ ثواني كده البتاع ده خلص يا عم انت التاني. بسم الله. الشيطان بقى مش كده. يعني ايه؟ يعني الشيطان لما هيظبط لك الشهوة وهيظبط لك القعدة بيجعل فيها حتف أنفك، بيخلي فيها دمارك. يعني هيظبط لك الحاجات اللي هتشربها عشان تبقى مدمن، هيعمل لك القعدة دي عشان تعمل مشكلة وتتسجن طول عمرك، هيعمل لك كذا 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 عشان تعمل كذا وبعد كده تتعدم عشان انت قتلت واحد ولا سرقت واحد. يعني بيعمل لك حاجة اسمها رغبات مميتة. اسمها ايه؟ رغبات مميتة. يعني هو هيدخلك لان هو ما بيحبكش. عارف لو بيحبك مثلا يعني كان ممكن ظبط لك شهوة كده اللي هي ما تطلعش منها بمشكلة تبقى لكن ما فيش. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حتى لما نتكلم في الجنة في الآخر بيقولك هي فيها خمرة، بس خمرة مش زي الخمرة انت شربتها. الخمرة اللي احنا بنشربها دلوقتي عشان يعني هم بيشربوها تجيب لك صداع، تخليك ترجع، تبوظ الضغط بتاعك، تخرج المعادن من جسمك، شيء سيء جدا سيء جدا يعني. فالشيطان بيقعدك في الشهوة اللي هتدمرك والعياذ بالله. فمن ضمن الأعاجيب إن الشيطان يخليهم كمان يغيروا التشريعات ويغيروا الحاجات اللي تفيدهم. فييجوا فجأة كده واحد يقول لهم يقول لكم إيه، الناقة دي على حسب المكان أو البقرة دي أو المعزة دي اللي هي المفروض تتاكل، أو المفروض مثلا شيء يركب علشان يحرث الأرض أو علشان يوصلك من مكان لمكان، أنعام ربنا خلقها لينا عشان نستفيد منها. يخترعوا لها بقى قوانين. إيه يا باشا؟ يقول لك الناقة دي بعد ما تخلف 2 3 4 5 ممنوع إن حد يركبها، ولا ممنوع ان حد يذبحها وياكلها، وممنوع ان حد يمنعها من الاكل والشرب، ويروح شاق ودانها
ويقول لها دي كده دي هبة للأصنام، احنا نتقرب بها إلى الصنم الفلاني، العزى ولا اللات ولا لأي حاجة. طب انت جبت الكلام ده منين يا باشا؟ هو أنا شايف كده. فاهم انت؟ بيحصل دلوقتي، بيحصل. بتجد ناس يخترعوا اختراعات في العبادة يشقون بها أنفسهم وغيرهم من الناس بسبب بعدهم عن السنة، فيخترع عبادة من العبادات، يحرم شيء حلال، يحلل شيء حرام. ليه؟ لأنه ليس معه هدي من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الناس زمان الدنيا حلوة والنوقة هيت والأبقار والجمال والدنيا زي الفل، لا، هو علشان ليس هناك هدي وليس هناك نور يبتدي بقى إيه؟ يحرم الحلال. وأنا عايز أقول لكم إن في القرآن الكريم التشنيع على اللي بيحرموا الحلال أكثر من التشنيع على اللي بيحل الحرام. يعني إحنا مشهور عندنا إن المتفلتين بيعملوا إيه يا جماعة؟ يجوا على الحاجة الحرام يقولوا حلال. فاهم أنت؟ أي حاجة حرام يقول حلال. أنا عايز أقول لك إن القرآن شنع أكتر على اللي بيحرم الحاجة الحلال منهم الناس دي، وإن اللي بيعملوه ده كله جاي من الشيطان. قال تعالى: ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. يبتك آذان الأنعام يعني يشق آذان الأنعام. طب إيه قصة يشق آذان الأنعام دي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي هي بيعمل علامة على إن دي قربان لمين؟ قربان للآلهة، وبالتالي يمنعك من أكلها ويمنعك من شربها، من إن أنت تستخدمها أو إن أنت تركبها. طب أنت جبت الكلام ده منين؟ هو كده، أنا ما دي القوانين بتاعتي. ولذلك كل إنسان يخرج من قوانين الله تبارك وتعالى يقع في قوانين أخرى سيئة جدا وغير مناسبة ودمرت كتير. وطبعا يعني قوانين الشيوعية ليست منكم ببعيد، دمرت الدول وأوصلتهم إلى مجاعات ربنا سبحانه وتعالى هو الأعلم بها. وإيه كمان؟ قال: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. تحبوا نتكلم دلوقتي؟ ثواني شوف، شكلي مش هينفع اتكلم. عن شكلنا كده هنأجل ولا ايه؟ اصل الآية هنا بتتكلم عن تغيير خلق الله. هم بقى يطلع بقى سؤال عمليات التجميل ونفخ الشفايف والنمص والمش عارف ايه والايه والكلام الكبير ده. يحبوا نتكلم عنه، بس هتفتح صدرك وتوسع دماغك وتسمع كلام حتى لو كلام مش عاجبك. ماشي، مش عاجبكم يا رجاله قولوا لي ونتكلم المره الجايه، عشان احنا كده بقى لنا ساعه وتلت اهوت. نعمل ايه؟ صلوا على النبي الاول صلى الله عليه وسلم كده على مشرب بقين. الصوت عالي، انا كده صدعتكم.